السلام عليكم، انا مريم محمد رجب، طالبه في جريد 11 في ستيم عادي. والنهارده رابع حلقه في سلسله دليل دخول ستيم لعام 2026. اكتر حاجه لاحظتها ان معظم الطلبه اللي بيبداوا يحضروا اختبار ستيم بيكونوا تايهين، مش عارفين يذاكروا منين ولا ايه المصادر اصلا اللي يعتمدوا عليها. وعشان كده في الفيديو ده جمعت لك تقريبا كل المصادر اللي ممكن تحتاجها، سواء كتب، قنوات، مواقع، ملفات، وكل حاجه حرفيا، بحيث يبقى عندك دليل شامل ترجع له في اي وقت. وبعد كده في الفيديو الجاي هقولك شخصيا تجربتي انا عملت ايه، وتركز على ايه، وازاي تذاكر لكل مادة خطوة بخطوة. عندنا الناس اللي بتبدأ تذاكر الاختبار بيتقسم لثلاث اقسام: ناس بتعتمد على الكورسز، ناس بتعتمد على السيلف ليرنينج، وناس بتاخد الاتنين. ويلا بينا نشوف كل واحد فيهم. بالنسبة للكورسز فاحنا عندنا اكشلي في كورسات كتيرة جدا، بس طبعا اول كورس واللي هو اشهر كورس سفير تفوق. وعندنا برضو كورس السدوك اللي انتوا حابين تاخدوا معاه براحتكم جدا. الاتنين برضو بيأهلوا لاختبار القبول، بس انا كمريم خدت سفير التفوق. هو بصراحة كورس كويس جدا، بيأهلكوا لاختبار القبول في الاربع مواد: العلوم والماث والانجليش والاي كيو. بيدوكوا كمية اسئلة كتيرة جدا، ومعظمها بتكون اسئلة امتحانات قديمة، فده بيساعدكم ان انتوا الى حد ما تبقى عندكم افكار الاسئله، حتى لو جاتلكوا اسئله جديده فانتوا ممكن تتعاملوا معاها بسرعه. برضو بيديكوا زي امتحانات كده تقريبا كل اسبوع، عشان يعودكم على برضو اختبار القبول وعلى الوقت بتاعه كده. وكل مره بيزود عدد الاسئله وبيقلل الوقت، بحيث ان انتوا برضو تتعودوا ان انتوا تشتغلوا تحت ضغط، لان اختبار القبول معظمه بيكون اسئله كتيره ووقت قليل. تاني نوع بقى من الطلاب هو اللي بيعتمد على السيلف ليرنينج او الاعتماد على النفس. طبعا اول حاجه بتبداوا ان انتوا تذاكروا منهج من رابعه ابتدائي لحد تالتة اعدادي. هنذاكروا منين؟ هنذاكروا لو انتوا عندكم كتب قديمه انتوا شايلينها معاكم، تمام. لو مش معاكم هتخشوا على جوجل تعملوا سيرش على مثلا كتاب رابعه ابتدائي الترم الاول مثلا في العلوم. لو انت كنت عربي بتبحث عن علوم، ولو انت كنت انجليش او تجريبي بتبحث عن ساينس، وهكذا. بس اهم حاجه ما تبحثوش عن منهج جديد اللي هو حاليا بياخد الدفعه اللي قبليكم، لا انتوا ابحثوا عن المنهج اللي انتوا نفسكم درستوه وانتوا صغيرين. المنهج القديم مش المنهج الجديد. دي ملحوظه مهمه جدا، عشان في ناس كتيره بتذاكر المنهج الجديد. تمام. طبعا بعد ما تبحثوا عندكم كتب كتيره جدا زي المعاصر، زي الامتحان اللي انتوا تحبوه. ده بالنسبه للساينس والماث والانجليش. طب بالنسبه للاي كيو، الاي كيو عندنا حاجتين مهمين جدا. اول حاجه كتاب الدليل الكامل في الاختبارات بتاع فيليب كالتر. ده اهم كتاب حرفيا، فيه 1000 سؤال. لو حليتوهم انتوا تمام جدا، واوقات كتيره جدا بيجي من اختبار القبول فيهم. تاني حاجه كتب النمسا. كتب النمسا برضو مهمه، بس اهم حاجه كتاب الدليل الكامل. لو خلصتوه خش على كتب النمسا على طول. طبعا في حاجات تانية كتيره بس لسه قدام، احنا حاليا بنتكلم على الكتب. قبل ما ننقل لحاجه تاني، طبعا يا جماعه مش عايزه اقول لكم ان انتوا اكيد يعني لازم تشوفوا مراجعات، اللي هي بتكون مراجعه بتكون ملخصه في كل ترم كده على اليوتيوب لكل مدى المواد دي، عشان تبقوا لحد ما يعني عارفينها وكويسين فيها. هنا جمعت لكم كل قنوات ستيم حرفيا بتتكلم عن اختبار القبول. اول حاجه عندنا كيمستري لانجوج، تحفه جدا لو عايزين تراجعوا الكيمستري. عندنا بعد كده برضو علي قطب، كان حرفيا عامل فيديو كده 10 ساعات عن اي كيو، برضو المواد ثانيه، بس بجد يعني تحفه جدا، كان مجمع اسئله تحفه. عندنا برضو بعد كده سلوك، ده هو عامل زي كراش كورس كده، كورس مجاني منزله على اليوتيوب لو انتوا حابين يعني تسمعوه. منزل فيه برضو حاجات كتيره جدا وامتحانات قديمه. حاليا كل اللي اتعرض قدامكم قنوات قيمة جدا بجد، ساعدتني برضو لما كنت بحضر، كانت بتقدم محتوى قيم جدا وكويس. بالنسبة لاختبار القبول عندنا برضو، بالنسبة لي القناة كانت التوب في الاي كيو حرفيا. هو ما كانش بيعمل قوي الستم، بس بجد انتوا هو عنده بلاي ليست حوالي 80 فيديو، انتوا لو سمعتوهم في الاي كيو حرفيا هتطلعوا وانتوا عارفين تحلوا اي سؤال، حتى لو امتحان القبول جاء في اسئله انتوا مثلا مش متعودين عليها مع سفير مثلا او حاجه شبه كده. اللي هو learn with عبد الرحمن. بجد القناه دي تحفه جدا يا جماعه، ارجوكم لو انتوا عايزين بجد تعالوا نفسكم في الاي كيو بجانب كتاب الدليل كامل، اسمعوا البلاي ليست اللي هو عاملها. طبعا في قنوات منهم مش بتعمل كل المواد في ستيم، في قنوات بتعمل كل المواد بس، وفي مثلا قنوات بتعمل اي كيو بس عامه كل القنوات دي بجد تحفه، انتوا بس حاولوا تدوروا فيها. ملحوظه برضو في قناه انا عملتها اسمها قناه مستر محمد ربيع متهيألي. القناه دي انتوا ممكن لو دورتوا مش تلاقوا حاجه، بس انتوا في بلاي ليست هو عاملها تحضير الماث او الرياضيات لاختبار ستيم. دوروا في البتاع، دوروا في القناه نفسها، هتلاقوا بجد البلاي ليست دي هو كان حاطط حرفيا فيديوهات كتيره جدا. لو انتوا عندكم وقت فاضي برضو حاولوا تسمعوها. تالت حاجة بقى ممكن تعملوها بجانب القنوات او مراجعة ككتب او حاجة شبه كده، ان انتوا تشوفوا درايفات
بتنزل على جروبات الواتساب. انا هعرض لكم دلوقتي نبذه بس منهم، طبعا في اكتر من ده بكتير جدا، بس عشان انا مش راغبه حاليا انا في ستيم، فانا طلعت من معظمهم يعني. بس هم مفيدين جدا، كنت حرفيا منضمه وانا راغبه لاكتر من حوالي 50 جروب حرفيا. هم كويسين جدا، هيساعدوكم ان انتوا لو قابلكم اي اسئله وانتوا بتحلوها مش عارفين هتبعتوا لهم، هيساعدوكم جدا. برضو هينزل لكم ملفات كتيره جدا وحرفيا يعني لازم كتير جدا، يعني اللي حرفيا اللي مش لاقي حاجه يحلها او مش عارف يذاكر ايه هيلاقي حرفيا يذاكر اي حاجه هيلاقي. فيعني تابعوهم. برضو في تطبيقات مثلا تطبيق اي كيو، وتطبيق اسمه ماث ريدلز متهيألي على حسب ما اتذكر. لو افتكرت هحط لكم في الفيديو، هحط لكم صوره ليه. ماشي. دول الحاجات اللي معظم اللي ممكن اصلا تعملها. في بقى تالت نوع من الراغبين، واللي هو بيعتمد على الاتنين، بيعتمد على ان هو بياخد كورسات وبرضه بيذاكر مع نفسه. والنوع ده انا كنت منه، يعني انا كنت برضو بعتمد على، كنت باخد كورس سفير وكنت في نفس الوقت بعتمد على نفسي. بس الفيديو ده مش غرضه ان انا اقول لكم تعملوا ايه مثلا، في تذاكروا ازاي او تقسموا ازاي او تعملوا ايه تختاروا ايه من دول. الفيديو ده هو حرفيا ملخص كل المصادر اللي ممكن تلاقيها او تعرفها عن تحضير لاختبار القبول. وبكده نكون اتكلمنا تقريبا عن كل المصادر اللي ممكن تحتاجها عشان تبدأ تحضر لاختبار ستيم. لكن خلي بالك، معرفة المصادر لوحدها مش كفاية، لأن ممكن يبقى قدامك أفضل الكتب وأفضل القنوات ومع ذلك تفضل مش عارف تبدأ منين أو تذاكر ازاي، أو عشان في مصادر كتيرة جدا انت بتبقى متشتت. فعشان كده في الفيديو الجاي هقولك انا ازاي بدأت، تجربتي كنت انا بعمل ازاي بالظبط، وهبدأ بقى انهي مصادر افضل ليك ان انت تذاكر منها، وايه اللي يستحق وقتك فعلا، ولو الوقت قليل تبدأ بايه وتعمل ايه بالظبط، وايه اللي ممكن يضيع وقتك وايه هو الاهم. ولو في اي مصادر تانية انا ما قلتهاش اكتبوها في التعليقات برضه عشان الراغبين التانيين يستفيدوا. وفي نفس الوقت لو عندكم برضه اي اسئلة محتاجين تسألوها لي ان شاء الله هعمل فيديوهات تجاوب على الاسئلة دي. بس كده، دي كانت حلقة النهاردة، ما تنسوش تشيروها مع كل الراغبين واي حد عارف ان هو عايز يقدم لستيم ومحتار مش عارف يبدأ منين. دي كانت حلقة النهاردة، اتمنى تكونوا استفدتوا منها، واشوفكم ان شاء الله في الحلقة الجاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش تصلوا على النبي.